السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ عايزة اقول لكم بقى الفيديو بتاع النهاردة فيديو مهم قوي قوي، وفيديو حلو جدا جدا جدا. يعني عايزة اقول لك بصي، لو عندك مشاكل كتير جدا في شعرك، يبقى ان شاء الله بالمنتج اللي انا هقول لك عليه ان شاء الله كل مشاكل شعرك هتتعالج. عايزه اقول لكم ان الشامبو اللي انا جايبه لكم دول، وهو والحاجه التانية اللي هقول لكم عليها، تركيبته فعلا 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 فريده، فعال قوي قوي، وتاثيره مذهل على الشعر، وبشكل خاص في زياده نمو الشعر. عايزه اقول لك ان المكونات بتاعه الشامبو، من اهم المكونات بتاعته اللي هو الكولاجين، اللي هو الكولاجين المحلل، اللي هو بيعتمد اصلا على تغذيه الشعر بالاحماض الامينيه، وكمان بيقوي الشعر وبيزيد من كثافته، وده بشكل هيبقى واضح جدا جدا جدا. واظبي عليه، ما تستعجليش، ما تقومي يعني ما تجربوش مثلا اسبوع او اسبوعين ويوم ومره ومره لا، وتدخلي معاه شامبوهات تانية وحاجات تانية وتقولي لا ده وحش، ده ما جابش نتيجه. لا لا لا، استخدميه بالطريقه اللي هقولك عليه، والشهر هتلاقي الشعر البيبي هير بدأ يبان. وعايزه اقول لك كمان من اهم المكونات بتاعته كمان اللي هو فيه زيت زيتون، يعني اللي بيمنع تساقط الشعر وبيغذي البصيلات بتاعه الشعر. وكمان احنا عارفين ان هو بيرطب كمان الاطراف، لان فيه نسبه عاليه جدا من فيتامين اي. عايزه اقول لكم بيعمل ايه بقى في الشعر، يعني فعلا فعلا ده سحر. بيزود طول الشعر بوقت قصير قوي قوي قوي، بيغذي شعرك، بينقي الشعر من اي اوساخ جواه او اي حاجه فيه، بيدي الشعر لمعان وبريق جذاب جدا. هيزود لك من قوه البصيلات بتاعه شعرك، فبالتالي لما تكون قويه ده هيخليه يقلل التساقط بتاع شعرك. هينضف فروه راسك، بيرطب الشعر كويس جدا. بصوا، هو في يعني هتقولي ده سحر معقول ما فيهوش ولا عيب؟ لا، هو في عيب، بس العيب مش بيظهر عند كل اللي استخدموه على فكرة. يعني انا واحدة من الناس هو ما ظهرش عندي، لكن اختي لما استخدمته ظهر عندها. ايه هو العيب ان هو ممكن بيعمل لك جفاف لاطراف الشعر شويه، بيخليها جافه شويه، بس بيكون في بدايه استخدامه، لكن لما بتستخدميه على طول وتواظبي عليه هو بيعالج المشكله من نفسه. وعلشان يعني تاخدي بجد النتيجة اللي انت محتاجاها منه، يبقى لازم تستخدمي كمان، انا ما وريتكوش الاول اللي هو الشامبو اللي هو مان تيل. عايزه اقول لك بقى عشان تستخدمي عشان تحصلي كمان على النتيجه بتاعته التحفه، والترطيب العالي اللي احنا محتاجينه في شعرنا، اللي يبقى لازم تستخدمي معاه كمان البلسم بتاعه. عايزه اقول لكم الاتنين مع بعض حكايه يا بنات تحفه، هاتوه مش هتندموا، هترجعوا تشكروني بجد عليه. بيرطب ترطيبه حلو قوي قوي قوي، بيمنع تقصف الشعر. وعايزه اقول لكم الزيوت الطبيعيه اللي فيه كميه زيوت طبيعيه كتيره جدا، وبتغذي كلها فروه الراس، فبيحافظ بقى على منع تشابك الشعر، وان هو كمان بيحمي الشعر على فكره من التقشر من القشره. وبيديله بيزود عليه النعومه واللمعان بجانب الشامبو بيعملهم. بصوا يا بنات، عايزه اقول لكم على حاجه، يعني انتوا تستخدموا الشامبو والبلسم 3 مرات في الاسبوع، اقل حاجه مرتين. اصبري عليه، يعني زي ما قلت لكم مش من اول اسبوع او تاني اسبوع انت هتلاقي نتيجه، لا، انا اوعدك ان شاء الله ان انت لو استخدمتيه زي ما بقولك كده، ان شاء الله في خلال شهر هتلاقي البيبي هير بدأ يظهر عندك، التساقط بدأ يقل، حسيتي بتغيير تام في فروة راسك، هتحسي ان هي بقت انضف، بقى في شعرك نفسه بقى فيه لمعان اكتر، بقى فيه ترطيب اعلى. استخدميه ومش هتندمي خالص. على فكرة انا جربته وما كنت شاريه مع المنتجات الاخيرة اللي انا اشتريتها، بس ما رضيتش اوريه لكم غير لما قلت استخدمه واقول لكم ايه رأيي فيه. فانا رأيي فيه بصراحة ان هو يعني 9 من 10، علشان بس العيب اللي انا قلت لكم اللي هو ظهر عند اختي لما استخدمته، اللي هو بيعمل جفاف
لاخر اطراف الشعر، مش كل الشعر على فكره، يعني تحس بس ان هو من الاخر كده ناشف شويه. لكن لما واظبط عليه برضو واستخدمته، لان هو كان بدا يطلع الشعر زي ما قلت لكم وقلل التساقط خالص، بدا الموضوع لما هي واظبط عليه برضو وما وقفتهوش، بدا يعالج الموضوع دوت. هو من نفسه اوتوماتيك بدا يعالج، يشتغل على الموضوع دوت. اتمنى بقى كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ان الريفيو دوت يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واستنوني في فيديو جديد.